بونو يقود المغرب لنهائي إفريقيا بعد تخطي عقبة نيجيريا. نجح المنتخب المغربي في بلوغ نهائي كأس الإفريقية 2025 التي يستضيفها بفوزه مساء الأربعاء على نظيره النيجيري بضربات الجزاء الترجيحية بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف. وبعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، لجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بالنتيجة ذاتها ليحتكم المنتخبان لضربات الجزاء. فعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، أضاعت نيجيريا ركلتي جزاء عبر برونو أونيمايتشي وصامويل تشوكويزي، بينما أضاع حمزة أكمان للمغرب ليصعد أصحاب الأرض للمباراة النهائية. وتألق حارس مرمى المغرب ياسين بونو في ضربات الترجيح بعد تصبيه لضربتين حاسمتين لينجح في قيادة بلاده للمباراة النهائية.